في كل منشور يتحدث عن الدكتورة نوال السعداوي رحمه الله، نجد أن جماعة الحي نصبوا أرواحهم كإله، على خاطر التعليقات والمنشورات اللي كتبوها حول نوال السعداوي رحمه الله، واللي ما تتضمن كان توعد بالجحيم وبئس المصير رهيب ومخيف جدا. جماعة الحي شامتين فيها على خاطرها ما ماتت، على أساس هم موعودين بالخلود وبالجنة، على أساس هم ملايكة وهي شيطان. السبان والشتم اللي تتلقاه نوال السعداوي رحمه الله حتى بعد وفاتها مرده أنها كانت امرأة حرة ترفض السائد وترفض تطبيق الأخلاق المجتمع الزائفة، وكانت امرأة تتمرد على أخلاق المجتمع الوهمية. نوال السعداوي كل ذنبها أنها دافعت عن حقوق المرأة في الحياة وفي التعليم وفي المساواة. نوال السعداوي كل ذنبها زاد أنها فكرت في الدين بعيدا عن شروحات شيوخ الوهابية اللي ما فيها كان فتاوي الدم وفتاوي القتل وفتاوي التكفير وفتاوي التحليل والتحريم وفتاوي لا يجوز. نوال السعداوي كل ذنبها أنها دعت للتفكير والتأمل في واقع الأمة. ونوال السعداوي زاد دعت للتمرد عن أخلاق المجتمع ولتدمير كل ما هو سائد، كل ما هو بالي من أخلاق المجتمع. نوال السعداوي زاد ذنبها كان أنها كانت ترفض الاتباع العمل لأخلاق المجتمع، وكانت تدعو لثورة في أخلاق المجتمع. تعليقات الجماعة هذا تحديدا جماعة الحي مرعبة جدا، وتكشف مدى تغلغل الفكر الوهابي في مجتمعنا.